ايه الاخبار؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار الشغل ايه؟ والله يا باشا الحمد لله، اللي يجيبه ربنا كله رضا. يوم نشتغل و10 نقعدهم نشتغل الحمد لله. راضي؟ والحمد لله راضي. ما وفرت ما رضيتش اعمل ايه يعني؟ يبقى انا عصيت ربنا وتعبت. كنت بوقفك عندنا جامع ورا هنا في المجاوره الرابعه، عايزين نكسر له الحيطه بس احنا بنعملها تبرعات. مفيش مشكله. شوف انت كلمه انت وانا تحت امرك. اشترك معاكم، اللي عند ربنا عمره ما بيروح. من غير اجر. ومن غير اكل. من قيمه اسبوع اشتغلت ب 200 جنيه عند واحد. انت بقالك اسبوع ما نزلتش الشغل. ما نزلتش الحمد لله وراضي والحمد لله على اللي قسموه لربنا. هتتغدى ايه النهارده؟ شات بيساره، شات طعميه، اي حاجه اللي اديه لنا ربنا. راضي باي حاجه؟ باي حاجه اللي رب لو الحمد لله على التراب ده. ما بتعترضش؟ احترض على امر ربنا. الحمد لله الحمد لله اللي يجيبوه لربنا كده. بس ادام يروح الحمام ولا حد بيسند عليه حد ولا حد بيسند عليه، والحمد لله. اللي بياكل لمؤاخذه كبابه وعايش، واللي بياكل لحمه وعايش، واللي ما بياكلش عايش، والحمد لله. بس الوضع مش تمام وبقالك اسبوع ما نزلت الشغل والدنيا واقفه، ما بتقولش يعني ما بتعترضش ما بتقولش؟ لا بقول الحمد لله، وربنا هو اللي بيدي المال وربنا هو اللي بياخد. واثق في ربنا؟ حاشا لله. الحمد لله في كل لحظه وفي كل وقت والحمد لله. انت قاعد القعده دي بقالك قد ايه؟ من الساعه تاجلها 8. ربنا كرمنا بشغل ونقول الحمد لله، ما جالناش شغل ونقول الحمد لله. انت بقالك اسبوع ما اشتغلتش. اسبوع الحمد لله راضين واللي مقسم ربنا الحمد لله. طب انا بقول لك تعالى في جامع ومن غير مقابل من غير فلوس. اروح. بس انت هتضيع وقتك وتضيع مجهودك ومش مشكله، اللي عند ربنا عمره ما بيروح. لما انا اروح اشتغل في بيت ربنا ساعتين 3 او اشتغلت اليوم كله ربنا بيعوض عليا تاني يوم. حصلت معاك قبل كده؟ كتير. ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ الدين وغضب الوالدين. هما ماتوا راضين عني. بقول الحمد لله ادام مش مديون لحد وانام على فرشتي كده مستريح. الحمد لله الفقر عمره ما كان عيب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رب اعيش مسكينا واموت مسكينا واحشرني في ذروه المساكين. ده النبي الغالي، مش ما نجيش شعره. ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال الكلام ده. اكتر يوم روحت فيه البيت بفلوس كان معاك كام؟ انا حوالي بتاع 700 جنيه 800 جنيه. اخوك ايمن مصطفى من مؤسسه حياه كريمه، هديه بسيطه من مؤسسه حياه كريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يجازيكم خير يا رب. قول 20,000 جنيه. ربنا يصلح حالك ويجازيك خير يا رب، يكفيكم شر المرض. هعمل يعني الدنيا قست على الناس الغلابه، بس رضيت الحمد لله. اصلي فرض ربنا، رب من عيالي وعيالي قربوا مني، ده بقى فضل ونعمه من ربنا الحمد لله. الفلوس دي جت في وقتها؟ والله ربنا هو الاعلم، ده جت في وقت ونص، هكذب على الله؟ الحمد لله. ربنا يصلح حالك ويجازيك خير يا رب. طول ما انت بتسعى في الخير ربنا يجازيك خير يا رب بحق رسول الله. عندي بنت اسمها فاطمه هفرحها ان شاء الله.